اوكي، واخيرا خلصت بناء البيت الجديد حقي وجهزت بعد هذا البيت تماما مثل ما بدي. هذا البيت هو اكثر بيت محمي بالعالم، ما في اي شخص ممكن انه يقدر يفوت للبيت، او ما في اي خطر ممكن انه يصيبني واني موجود جوا هذا البيت. هذا البيت مبني كليا من البيت روك، وفي بعد لافا وكاب ويب وسياج حديدي، وهذا كله مو كل شيء، لا بعد في حراس بكل اتجاه من اتجاهات البيت، في حارسين بهذا المكان، في بعد حارسين بهذا المكان، بعدين اذا رحنا لورا البيت كمان راح نلقى حراس، وفي بعد حراس من هذاك الاتجاه. والله اني سعيد ببناء هذا البيت، مستحيل انه يصير لي اي شيء طول ماني ساكن بهذا البيت. يلا صار لازم الحين اني اروح لعند صديقي وباخذه لحتى افرجيه البيت مشان يعطيني رأيه. يلا طبعا صديقي ساكن بهذا البيت الخشبي، يلا خلي بس اروح انادي عليه لحتى يعطيني رأيه ببيتي الجديد. السلام عليكم صديقي، اهلا وسهلا. وعليكم السلام. يلا يجيد. يلا تعال عم بنتظرك. يلا خلي بس يطلع صديقي وباخذه لحتى افرجيه البيت الجديد. يلا اهلا. يلا صديقي تعال معي، بدي افرجيك شغله. شنو بدك تفرجيني؟ خير ان شاء الله. انت بس تعال وراي وراح تكتشف كل شيء بنفسك. يلا تعال. والله اني متاكد ان البيت الجديد رح يعجبك. يلا وينك صديقي؟ يلا تعال امشي وراي، امشي. يلا بقدم لك بيتي الجديد. شوف بقدم لك بيتي الجديد. يلا شنو رايك؟ شنو هذا البيت؟ تصميمه غريب بصراحه. انت اللي صممت هذا البيت ولا شنو؟ انا اللي صممته بهذا التصميم الغريب لحتى يكون جدا محمي. شوف في كل شيء، حديد ونار وحراس وكابويب، هذا اكثر بيت محمي بالعالم. شنو رايك؟ وانت ليش لحتى تسوي بيت مثل كذا؟ انا بشوف ان هذا كلام فاضي بصراحه. لا هذا مو كلام فاضي، هذا بيت محمي. بهذا البيت مستحيل ان يصير لي اي شيء، بهذا البيت اني راح اكون بامان. يعني انت لما تكون جوا هذا البيت ما يصير لك اي شيء؟ من المستحيل ان يصير لي اي شيء. انت مانك شايف الحماية اللي موجودة فيه؟ بس اني في عندي رأي اخر. وشنو هو رأيك؟ اتكلم. شنو هو؟ ما في اي شيء يمكن انه يحميك من القدر. اذا مكتوب انك تتضرر ما تقدر تسوي اي شيء، هذا قدر من عند الله ما تقدر انك تغيره. اخرس بلا كلام فاضي، اغرس. اني سويت هذا البيت وخسرت عليه فلوس مستحيل انك تتخيلها، مشان تقولي ان هذا البيت ما منه اي فايدة. لا هذا البيت رح يحميني من كل شيء. بس هذا الكلام اللي عم تقوله غلط، ما تقدر انك تهرب من القدر ابدا. انا اعطيتك رأيي وانت حر، سوي اللي بدك اياه. طيب يا اخي شكرا لك على شو اسمه، على رأيك، والحين تقدر انك ترجع لبيتك. يلا انا اصلا مشغول، يلا بدي اروح. يلا روح يا اخي. يعني ليش لحتى اجيبه مشان يشوف بيتي؟ والله ندمت يا أخي. بس أنا فهمت كل شيء. هو عم يتكلم كذا من الحسد والغيرة. هو غيران مني لأني أنا سويت بيت مثل كذا، وهو ساكن بهذاك البيت الخشبي اللي ممكن إن يصير له أي شيء جوا هذاك البيت. بس هذا البيت محمي، ما في أي شخص يقدر عليه. يلا طبعا لحتى نفوت لهذا البيت لازم الكثير من الخطوات. أول خطوة لازم إن ناخذ هذا البيكاكس ونكسر الحديد. يلا طبعا في خطوات كثيرة لحتى نفوت لهذا البيت، لهيك هذا البيت يسمونه البيت المحمي. طيب بعدين لازم ان نضغط على هذا البوتن مشان نفوت الباب الاول. مو بس الباب الاول، في بعد الباب الثاني. الباب الثاني شلون نقدر ان نفوت له؟ في سر موجود هني، وهذا السر هو ان بهذا المكان يعني كأنه زينة، ولكن هذا المكان مو زينة، لا بالعكس، هذا المكان في موجود تحت بلوكة. اذا كسرنا هاي البلوكة راح نحصل هاي البروش بليد. هاي البروش بليد هي ان شاء الله اللي راح تخلينا نقدر نفوت للبيت. بعدين نرجع كل شيء مكانه لحتى ما يكتشفه ولا واحد، ونحط البروش بليد زي كذا، بعدين نفوت. شوفوا كم خطوة موجودة لحتى نقدر نفوت لهذا البيت. وطبعا هذا هو بيتي من جوا، والله اني سعيد فيه بصراحة. بس يلا أنا حاسس بالجوع بصراحة. يلا خلي بس اطلع وبشتري لي شيء باكله. لازم اني اطلع اشتري العشاء. يلا بعدين راح نطلع من هني تمام التمام. بعدين راح نكسر الحديد. طبعا ما بخاف من اي شيء. ليش؟ لان الحراس دائما موجودين قدام البيت 24 على 24. تمام. نحط هاي الحديد كمان هني والامور كلها تمام التمام. يلا الحين صار لازم اني اطلع وبشتري. شنو بدي اشتري عشاء؟ والله ما ادري. اتوقع اني راح اشتري سمك. يلا خلي اشتري سمك. اتوقع ان السمك راح يكون عشاء حلو ان شاء الله. يلا تمام، خلي بس نروح نشتري سمك. طبعا السمك بقدر اني اشتريه من هني. يلا بسم الله. يلا خلي بس افوت وبشتري سمك. السلام عليكم عمو، اهلا وسهلا. جيت لحتى اشتري من عندك شوية سمك اذا ممكن. اكيد في عندي انواع كثيرة من السمك. يلا فوت اختار النوع اللي بدك اياه. تمام. يلا راح تشوف شنو عندك انواع. لحظة، في عنده هذا السمك،
في عنده هذا السمك بعد، وفي عنده بعد هذا النوع. تمام، شنو بدي اخذ؟ طيب ممكن انك تخبرني كم هو السعر؟ كم سعر السمكة بالضبط؟ سعر كل سمكة هو حبة من الدايموند. حبة من الدايموند. اوكي تمام، لكن بدي اشتري 3 سمكات ان شاء الله. يلا أعطيني 3 حبات من الدايموند. تكرم عمو. يلا تمام، هاي حبة وهي 2 وهي 3. يلا امسك 3 حبات من الدايموند. يلا الحين بدي اخذ سمكاتي. فوت خذ السمك اللي بدك اياه. تمام اتفقنا عمو. يلا خلي مثلا اخذ هي السمكة، وراح اخذ بعد هذا النوع. تمام، وراح اخذ بعد يلا راح اخذ واحدة اخرى من هذا النوع. تمام، بس لحظة، شنو هاي السمكة اللي موجودة هني؟ والله باين انها لذيذة. لحظة، ما قاعد يشوفني. خلي نسرقها. اوكي تمام. وهي السمكة. اوكي حلو. ماشي عمو، اخذت السمكات اللي بدي اياهم. أهلا وسهلا فيك، أتمنى أن السمك يعجبك. شكرا لك عمو. يلا السلام عليكم الحين. وعليكم السلام. تمام، يلا خلي بس ارجع للبيت. ماشي، اخذت منه 3 سمكات، ولكن بنفس الوقت سرقت هاي السمكة. اي والله عجبتني يا اخي، والله باين ان شكلها جدا لذيذ. يلا الحين صار لازم اني ارجع لبيتي المحمي وبطبخ هاي السمكات وباكلهم على العشاء باذن الله. يلا والله اني متحمس لحتى اجرب هذا النوع من السمك، هي اول مرة بشوفه بحياتي، غريب. يلا على كل حال خلي بس نفوت لجوا ونبتدي تحضير السمك ان شاء الله. اوكي السمك صار جاهز، طبخت كل السمكات وجهزت بعد واحدة كولا. انا متأكد ان هذا العشاء راح يكون جدا لذيذ. يلا خلي بس نجلس هني ونبتدي بأول سمكة. اول سمكة راح اجربها هي من هذا النوع. يلا بسم الله، خلينا نجربها ونشوف. تمام، والله لذيذة، والله لذيذة بصراحة، من أحلى أنواع السمك اللي أكلتها بحياتي. والحين لازم إني أجرب مثلا هذا النوع. هذا النوع الغريب اللي سرقته من عند التاجر. يلا خلينا نجربه ونشوف إذا راح يكون لذيذ أو لا. بسم الله، خلي بس تاكل منه. تمام. حاسس بطني عم توجعني. شنو اللي عم بيصير؟ يا الله، راح أموت والله، حاسس حالي راح أموت. ما في أي شيء يمكن أنه يحميك من القدر. إذا مكتوب أنك تتضرر ما تقدر تسوي أي شيء، هذا قدر من عند الله، ما تقدر أنك تغيره. يعني مثل ما قال صديقي، ما بقدر إني أهرب من القدر، بدي أموت وأني جوا هذا البيت المحمي. يا الله، يعني هذا البيت ما راح يفيدني، ما راح يخليني أمنع من الموت، بدي أموت. بس ليش هاي السمكة طعمها مثل كذا؟ أتوقع إنها مسمومة.